بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المعلم عيسى بن خميس بن مصبح السعدي، معلم أول فيزياء ولاية المصنعة جنوب الباطنة، مشرف في المنتدى التربوي لأقسام العلوم، وكذلك مشرف في شبكة المدارس العمانية سابقا، عضو فريق التعليم والمحتوى الإلكتروني بمحافظة جنوب الباطنة، وكذلك أيضا عضو في الجمعية الفلكية العمانية وعضو في جمعية تقنيات التعليم. كوني كعضو في الجمعية الفلكية العمانية اطلعت على أشياء كثيرة استفدت منها في مادة العلوم. فمادة العلوم تحتوي على الفضاء واستكشافه، وهذا الشيء ساعدني عند دخولي في الجمعية الفلكية. كذلك أيضا انتسابي في جمعية تقنيات التعليم ساعدني في اكتشاف بعض البرامج والأشياء التقنية الحديثة. كوني في المنتدى التربوي كمشرف ساعدني في الاستفادة من خدمات التي يقدمها المنتدى التربوي بشكل عام. فمن ضمن الأشياء أن طبعا في المنتدى التربوي هناك كثير من الأسئلة التي تثري المعلم والطالب، بالإضافة إلى الكثير من البرامج والدورات التدريبية. استفدت استفادة كبيرة من الدورات التدريبية في المنتدى التربوي، مما كان لها الأثر الكبير في صقل مهاراتي وشخصيتي، وكذلك الاستفادة من هذه البرامج وتطبيقها في المدرسة وفي رفع المستوى التحصيلي لأبنائنا الطلبة. بدأت أهم المراحل في حياتي في العام 2006-2007 عندما كنت أدرس مادة الفيزياء للصف 11. كنت أبحث عن بعض المصادر لأستفيد منها في عملية التدريس. بدأت في البحث في الكتب والمراجع والمواقع الإنترنت، فكونت حصيلة كبيرة من الأسئلة. ثم بعد ذلك أتتني فكرة ورادتني فكرة أن أقوم بعملية تجميع هذه الأسئلة في كتيبات. قمت بتجميع هذه الأسئلة في كتيبات، ثم بعد ذلك بدأت أرفعها في المنتدى التربوي ليستفيد منها كل أبناء السلطنة. بعد هذه الانطلاقة بدأت في مرحلة أخرى، وهي عندما شاهدت الإقبال الكبير والاستفادة الكبيرة من أبنائنا الطلبة في الملخصات التي كنت أعملها في مادة الفيزياء، والتي أسميتها فيما بعد العلا في الفيزياء. ظهرت في بالي فكرة أخرى، وهي استمرار هذا العمل وتحويل بعض هذه الأعمال إلى أعمال فلاشية يستطيع الاستفادة منها الطالب. فقمت بعمل مجموعة من الأسئلة الفلاشية يصل عددها إلى 1000 سؤال فلاشي. أيضا قمت برفعها في المنتدى التربوي. طبعا المنتدى التربوي له فضل كبير في عملية انتشار وصيت وسمعة الأستاذ عيسى. المنتدى التربوي أيضا يزخر بخامات وبقدرات وبمعلمين ذوي خبرات عالية. طرحت الفكرة بعمل أسئلة نتشارك فيها جميعا، تحتوي على جميع المستويات العلمية، مستويات بلوم. فوجدت التشجيع من الطلبة ومن المعلمين الآخرين، فقمنا بعمل أيضا آخر احتوى على 5000 سؤال فلاشي. من هنا بدأت الطموح يزداد شيئا فشيئا. في العام 2010-2011 انتقلت إلى مدرسة من الخامس إلى العاشر، مدرسة كعب بن سور. في هذه المرحلة عندما بدأت بالتدريس في الحلقة الثانية الخامس العاشر، أيضا بحثت عن بعض المصادر فلم أجدها. هنا أيضا فكرت مرة أخرى للقيام بنفس التجربة التي كنت أقوم بها عندما كنت أدرس الفيزياء في 11 و12. فقمت بإعداد أيضا أسئلة وملخصات أسميتها لنبدع في العلوم، تحتوي على 1500 صفحة. عند انتقالي إلى المرحلة من الخامس العاشر كما ذكرت قبل قليل، وجدت أن المصادر الموجودة للطالب قليلة. هنا فكرت أيضا بالقيام بنفس العملية التي كنت أقوم بها سابقا في 11 و12 في مادة الفيزياء. فبدأت أكون الأسئلة والملخصات، ثم جمعتهم في كتاب أسميته كتاب لنبدع في العلوم، يحتوي على 1500 صفحة ومخصص من صف الخامس إلى صف العاشر. هذه التجربة طبعا كل ما تعمل وتبذل جهد تجد هناك الكثير من الطلبة وكثير من الأخوة المعلمين والمعلمات يشجعونك، وبالتالي يدفعونك إلى مزيد من التطوير الذاتي. استمرت عملية البحث عن المعلومة بواسطة شبكة الإنترنت أو بسبب المواقع أو من أي مصدر كان أو بالاستفادة من الزملاء الآخرين. واصلت عملية البحث عن المعلومة، فالحمد لله خضعت خلال 10 سنوات إلى 250 دورة اجتزتها بنجاح الحمد لله رب العالمين. لكي يكون التعليم ماتعا
ومحققا لأهدافه، قمت بتطبيق الكثير من استراتيجيات التدريس والتعليم والنشر، وكثير من التطبيقات والبرامج المحوسبة. أذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر الأوتو بلاي، الكويز كريتر، البرزنتيشن تيوب، أيضا الفويلت برنامج الكاهوت، وأيضا برنامج البليكرز، الواقع المعزز الآرو ساما. وهناك أيضا كثير من التطبيقات والبرامج التي قمت بتطبيقها وتفعيلها داخل الحصة الصفية. طبعا هنا أدعو إخواني وزملائي المعلمين إلى الاستفادة من هذه البرامج وتطبيقها في الحصة الصفية. كل برنامج من هذه البرامج يحتاج إلى وقت لشرحه، لكن نكتفي طبعا هنا فقط لذكر أسماء هذه البرامج والتطبيقات، وإن شاء الله سيكون لنا في قادم الوقت والأيام القادمة شرح لهذه البرامج والتطبيقات. بالنسبة للتحديات، هناك أيضا وجود بعض التحديات مثل عملية ترتيب أو تنظيم الوقت، وكيف تستطيع حضور هذه الدورات وكيف تقوم بعملية التدريس. لكن مع عملية التنظيم وترتيب أولوياتك تستطيع أن تصل في النهاية إلى ما تريد. نستطيع أن نقول أيضا أنه كانت من أهم التحديات أن معظم الدورات التي كانت بشكل مباشر كانت تعقد في مسقط وتعقد في الفترة المسائية، فبعد الانتهاء من العمل مباشرة نتوجه مباشرة إلى مسقط للتدرب والاستفادة من هذه الدورات. لكن كما قلت تم الاستفادة وتم حل هذا التحدي عن طريق التنظيم وعن طريق ترتيب الأولويات. نصيحتي للمعلمين: لا يوجد عمل بدون تحدي، فالتحدي يصنع المجتهد والمبدع، فيجب أن يكون الإنسان دائما مبدع، ويجب أن يكون هناك أيضا لديه عاملان من عوامل النجاح. العامل الأول أن يبدأ في العمل، إذن أول عامل من عوامل النجاح هو أن تبدأ الآن، ثم الاستمرارية. فكل نجاح فيه عاملان رئيسيان، العامل الأول هو أن تبدأ الآن، وليس التسويف غدا أو بعد غد، وإنما الآن. ثم العامل الثاني أو العامل الآخر وهو أن تستمر، فكما يقال من لا يتقدم يتأخر. أما نصيحتي لأبناء الطلاب فأقول لهم: جدوا واجتهدوا، وتذكروا أن مسيرة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة. في نهاية اللقاء أشكر لكم هذه الفرصة على إتاحة هذه المساحة من الوقت لكي أعبر عن بعض الأشياء وبعض التجارب التي مررت بها، وأتمنى أن تصل إلى أبناء الطلاب وإلى إخوان المعلمين أيضا ليستفيدوا منها. وأيضا أقول لهم: لا يوجد شيء اسمه مستحيل، لا يوجد شيء اسمه مستحيل، مع الإصرار مع العزيمة سنصل إلى ما نريد. ونتذكر دائما كلما أخلص الإنسان سيصل إلى مبتغاه، والله سبحانه وتعالى دائما يوفق الإنسان إلى ما يحب ويرضى. أقدم أيضا كلمة شكر لكل القائمين، لكل المسؤولين، لكل الزملاء الذين تعاونوا والذين أعطوا والذين ساهموا في وصول عيسى السعدي إلى ما وصل إليه. طبعا أخص بالشكر الجزيل الأسرة الكريمة ومعلمين وإدارة مدرسة كعب بن سور.